أهلا بيكم في همسة الحيوان. أنا ماري ودي قناتي. أتمنى تكونوا بخير وسلام وصحة. أكيد أنت بتحب حيوانك الأليف وبتحاول تديله أحسن حاجة، أو كلنا كمان، ولا خصوصا اللي عندهم حيوانات بيحبوا حيواناتهم الأليفة ويحبوا يديهم أحسن حاجة. بس الحقيقة إن في حاجات كتير جدا بنعملها بشكل يومي ممكن تأذيه من غير ما نقصد. المشكلة مش في الإهمال، المشكلة في إننا مش عارفين. في الفيديو ده هنتكلم عن 3 حاجات مهمين جدا: الأكل، الروائح، والنباتات. وصدقني بعد الفيديو ده هتبص لبيتك بطريقة مختلفة تماما. خليك معايا لآخر الفيديو عشان في حاجات هتستفيد منها كتير. خلينا نبدأ بأول حاجة، هو الأكل. الأكل لأنه أكتر حاجة بنغلط فيها. كتير مننا بيحب يدي حيوانه أو الأكل اللي بناكله ندي منه لحيواننا الأليف، أو يشارك معانا الأكل بتاعنا. لو بصلنا أو قعد جنبنا، إحنا من حبنا ليه بنديله، نحاول نشاركه، يشارك أكلنا معانا. ودي حاجة فيها حب، بس للأسف ممكن تكون مؤذية جدا. زي الشوكولاتة مثلا. الشوكولاتة احنا بنحبها، بس هي فيها مادة سامة اسمها السيروبرومين. جسم الحيوان مش بيعرف يتعامل معاها، لكن الإنسان عادي، لكن الحيوان ما بيعرفش يتعامل مع المادة دي، وده ممكن بيعمل قيء، ضربات سريعة، ضربات القلب، كمان حالات خطيرة ممكن توصل للوفاة، يعني ممكن الحيوان يموت. كمان البصل والثوم. البصل والثوم مش بس بيضايقوا معدته، دول ممكن بيسببوا تكسير في خلايا الدم. يعني المشكلة مش فورية، بس بتبقى طبعا بتظهر بعد فترة، مش بتبقى يعني مش لأول ما ياكل على طول يحصل ده، أو إن هما بتظهر علامات التعب أو يتعبوا على طول. لا، بتظهر العلامات دي بعد فترة، وبتكون فعلا خطيرة جدا. مثلا كمان العنب والزبيب. العنب والزبيب من أخطر الحاجات، رغم إن مش مفهوم السبب، أو لسه لغاية دلوقتي ما يعرفوش إيه السبب اللي ممكن بيحصل ليه من العنب والزبيب المشاكل، لكن ثبت إنه ممكن يسبب فشل كلوي مفاجئ، وممكن برضو يوصل للوفاة. المهم نفهم حاجة: الحيوان مش بيختار الأكل لأنه صحي، هو بياكل لأن الأكل متاح، حاجة قدامه هو بياكلها وخلاص، لكن هو مش فاهمها، ويعني مش عارف حتى الطعم. على فكرة هم ما بيعرفوش طعم السكر ولا طعم الشوكولاتة، يعني ما بيحسوش بالطعم ده زينا، لكن هي حاجة متاحة قدامهم، بياكلها وخلاص، لكن هو مش عايزها أو مش بيحبها، لكن هو متاحة قدامه. نعمل إيه علشان نتفادى الحاجات دي؟ إن إحنا نلتزم فعلا بالأكل المخصص ليهم، أو حتى لو من أكلنا برضو في أكلات تنفع ليهم. أنا قلتها في فيديوهات قديمة، لو رجعتوا للقناة من البداية هتلاقوا فيديو كمان بيتكلم عن الأكل من أكلنا إحنا، بس يكون مفيد ليهم وصحي ليهم، أو الأكلات بتاعتهم. في أكل ليهم مخصص طبعا القطط، وبرضو قلت الكلام ده في فيديوهات قبل كده. في أكل مخصص سواء كان طري أو ناشف، ده أكل ليهم مخصص، أو أكل من أكلنا برضو يكون ليهم مفيد. ولو عايزين فيديوهات من دي أو عايزين تعرفوا، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات إن انتوا حابين مثلا تعرفوا إيه الأكل اللي مفيد ليهم من أكلنا، أو عايزين تعرفوا أنواع الأكل، سواء الدراي فود أو التانية أو الطري، يعني يكون
تكونوا عايزين تعرفوه. لو حابين ده اكتبوا لي في الكومنتات وأنا تحت أمركم. ما ندهوش كمان بواقي أكل، يعني لأن إحنا في أكل عندنا ممكن يكون حار، ممكن يكون فيها أكلات بتاعتنا فيها توم وبصل والحاجات دي، ما ندهوش بواقي أكل لينا لأ. ولو حابب تكافئوا في حاجات مخصصة ليهم ممكن تديها له. نيجي لحاجة تاني مهمة برضو جدا، وهي الروايح. الحاجة دي ناس كتير مش واخدة بالها منها خالص، وهي الروايح. انت ممكن بتحب بيتك ريحته طبعا حلوة، ده طبيعي، بس بالنسبة للحيوان الموضوع مختلف تماما. الروايح خطر جدا للحيوانات، عندها حاسة الشم طبعا زي ما انتوا عارفين هي قوية جدا بكتير من الإنسان. يعني الريحة اللي انت شايفها خفيفة بالنسبة له ممكن تكون قوية جدا ومؤذية ومزعجة. مثلا العطور، البخور، معطرات الجو اللي احنا بنحطها بنرشها في البيت، المنظفات القوية لما انت بتنظف البيت في بيتك وكده، ليه منظفات، في منظفات روايحها قوية أو جامدة، القطط أو الحيوانات ما بتستحملهاش. كل ده ممكن تسبب توتر وإزعاج ليهم، بيعمل لهم مثلا يعطسوا، كحة، ضيق في التنفس وفي بعض الحالات ممكن يحصل كمان تسمم. آه، فعلا المعطرات، حتى معطر زي ما قلت معطر الجو اللي بنستخدمه كل يوم، الرذاذ بتاعه ممكن يخلي الحيوان قلقان ومش مرتاح. نحاول بقى ان احنا نعمل ايه، ان احنا نستخدم حاجات آه، يعني تكون ما فيهاش كيماويات كتيرة، الكيماويات بتاعتها خفيفة، او ان احنا بس بعد ما ننظف البيت نهويه، نهويه كويس جدا علشان الريحة ما تكونش مؤذية ليهم، او نبعد الحيوان بتاعنا من المكان، ما يكونش موجود في المكان. نيجي لتالت حاجة، هي صحيح شكلها جميل وبنحبها جدا، انا عن نفسي بحب النباتات جدا جدا، بس ممكن تكون برضو خطيرة. الحيوانات بطبيعتها بتحب تستكشف ويحب يشوفوا، عندهم فضول، خصوصا القطط فضوليين جدا. فالحاجات دي ممكن النباتات تكون مؤذية للقطط، بتعملهم فشل كلوي، حتى ممكن حتى بكميات صغيرة لكن برضو بتتعبهم. الألوفيرا رغم انها مفيدة للبشرة طبعا وللبشر، لكن للحيوانات ممكن تسبب قيء وإسهال. البوتس البلاب بيعمل تهيج في الفم وقيء. الدفلة، في نباتات خطيرة جدا ممكن يأثر كمان على القلب، أو كمان نبات اللي هو السناك بلانت اللي هو التعبان، نبات التعبان. أو كمان في نباتات تانية مثلا زي ليليان، ده برضو من أخطر النباتات على القطط، ممكن تسبب فشل كلوي. فإن احنا لازم ان احنا لو احنا بنحب الحاجات دي ممكن نجيب نباتات ما تكونش مضرة ليهم، أو نحط النباتات في أماكن بعيدة عن وجودهم، يعني ما يكونوش يقدروا يوصلوا لها، لكن تكون بعيدة، أو نجيب نباتات عادية ممكن ما تضرهمش. المشكلة إن الحيوان مش عارف يفرق بين نبات آمن وخطير، فالمشكلة والمسؤولية كلها عليك أنت. قبل ما تجيب أي نباتات في البيت تأكد إنه آمن للحيوانات، أو حطه في مكان بعيد تماما عنهم. في حاجات كمان كتير بنحبها لكن ممكن تكون مؤذية لحيواننا، الأكل، الروائح، النباتات، كلهم تفاصيل صغيرة لكن تأثيرها كبير. لو فعلا بتحب حيوانك خلي البيئة اللي حواليه آمنة. وفي الفيديو الجاي هنتكلم عن حاجات اللي هو بيحبها جدا وانت ممكن تكون بتمنعه عنه من غير ما تقصد أو بتحرمه منه. من كل قلبي بتمنى لكم كل خير وسلام وحب، وميرسي جدا 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 على تعليقاتكم الجميلة وعلى دعمكم
تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، ويا ريت تشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد والقناة تكبر بيكم وليكم. ومن كل قلبي بتمنى لكم كل حب وسلام وخير و... وميرسي جدا على تعليقاتكم الجميلة. باي باي.